السلام عليكم. بهذا الفيديو جماعة راح نحل سؤال دل الجذر 5 وحدات رياضيات اللي كان بصيف موعد باء 2020 نموذج 581. معطيني الدالة أف إكس تساوي جذر الإكس تربيع ناقص A على إكس تربيع. A بارامتر لا يساوي صفر. أجب عن البند ألف. إذا دعت الحاجة عبر عن إجاباتك بدالة A. ميز بين A أكبر من صفر و A أصغر من صفر. ألف واحد جد مجال تعريف الدالة. طبعا مجال تعريف الدالة لما المقام لا يساوي صفر يعني إكس تربيع لا يساوي صفر، وكمان التعبير ذوات الجذر أكبر أو يساوي صفر. فإكس تربيع لا يساوي صفر لما الإكس لا يساوي صفر، وأيضا إكس تربيع ناقص A أكبر أو يساوي صفر. هاي عشان أحلها متباينة تربيعية برسمها. طبعا بدي أميز لما الA موجب أو سالب. إذا الA موجب تعال لك التقاطع مع إكس، بحط إكس تربيع ناقص A يساوي صفر، إكس تربيع يساوي A، فالإكس بيكون زائد أو ناقص جذر الA. فالرسمة بتكون بهاي الصيغة، لأنه معامل الإكس تربيع موجب فالرسمة هيك. وانتهي الرسمة أكبر أو يساوي صفر، إما الإكس أكبر أو يساوي جذر الA أو الإكس أصغر أو يساوي ناقص جذر الA. لما الA سالب نفس الشيء ذاك التقاطع مع إكس، فبصير إكس تربيع ناقص A صفر، يعني إكس تربيع يساوي A اللي هو سالب. وانت التربيع سالب فيش حل، ففيش تقاطع مع إكس، بده الرسمة طول الوقت فوق المحور. فوانتهي الرسمة أكبر أو يساوي صفر كل إكس. نرجع هسه لمجال التعريف. لما الA أكبر من صفر مجال التعريف إكس لا يساوي صفر، جوا الجذر أكبر أو يساوي صفر، طلع هيك الحل. فبعمل زي محور عشان ألاقي التقاطع بينهن. هاي جذر ال A صفر ناقص جذر ال A. إكس لا يساوي صفر هي بالأخضر، إكس أكبر يساوي جذر ال A هي بالأزرق، وإكس أصغر يساوي ناقص جذر ال A هي بالأزرق. فالتقاطع هي بالأحمر هون جماعة. عشان هيك لما ال A أكبر من صفر مجال التعريف إكس أكبر أو يساوي جذر ال A أو إكس أصغر أو يساوي ناقص جذر ال A. إذا ال A سالب فبدور على التقاطع بين إكس لا يساوي صفر وأيضا إكس هون كل إكس. تقاطعه كل شيء بزبط ما عدا الصفر، فمجال التعريف إكس لا يساوي صفر. ألف 2 جد احتياط نقاط تقاطع الرسم البياني للدالة F للإكس مع المحورين. لما لا أكبر من صفر تقاطع مع واي فيش تقاطع، لأن إكس يساوي صفر ليس فيه مجال التعريف. برضو لما لا أصغر من صفر نفس الإشي. تقاطع مع إكس بحط البسط يساوي صفر، جذر الإكس تربيع ناقص A يساوي صفر، يعني إكس تربيع ناقص A يساوي صفر، إكس تربيع يساوي ال A، فإكس يساوي زائد أو ناقص جذر ال A. فالنقاط هن جذر ال A صفر وناقص جذر ال A صفر. إيه إذا لا أصغر من صفر فيش تقاطع مع واي، إنه الإكس كله يساوي صفر خارج مجال التعريف. التقاطع مع إكس بدي أحط نفس الإشي، البسط يساوي صفر، يعني جذر الإكس تربيع ناقص A يساوي صفر، إكس تربيع ناقص A يساوي صفر، يعني إكس تربيع يساوي A اللي هو سالب، إكس تربيع يساوي سالب فيش حل. عشان هيك فيش تقاطع مع إكس لما ال A أصغر من صفر. إيه أصغر من صفر لا تقاطع مع إكس ولا تقاطع مع واي. ألف 3 بكل يبين الدالة الزوجية. عشان أبين دالة زوجية تكون أف للناقص إكس نفسه أف للإكس، يجب أن نبين إنه أف للناقص إكس يساوي أف للإكس. شو أف للناقص إكس؟ حط بالدالة محل الإكس ناقص إكس، فبصير جذر ناقص إكس الكل تربيع ناقص A على ناقص إكس الكل تربيع يساوي ناقص إكس الكل تربيع هي إكس تربيع، بصير جذر الإكس تربيع ناقص A على إكس تربيع اللي هو نفسه أف للإكس. فهيك برهنت إنه الدالة زوجية. ألف 4 جد معادلة خطوط تقارب المعامدة للمحورين للدالة أف للإكس. تعال ناخذ مجال A أكبر من صفر. العمودي باخذ المقام صفر بيطلع الإكس صفر، بعوضه في البسط بصير البسط جذر الصفر ناقص A. اللي طبعا موجب ساعتها ناقص A سالب، جذر السالب غير معرف، عشان هيك بهي الحالة فيش خط تقارب عمودي. بالسالب لما الاقي أصغر من صفر نفس الإشي، باخذ المقام يساوي صفر بيطلع الصفر، بعوضه في البسط بصير جذر الصفر ناقص A. هسه ال A سالب ساعتها الناقص A موجب، ساعتها بهي الحالة الإكس يساوي صفر خط تقارب عمودي. خط التقارب عمودي لما المقام صفر والبسط مش صفر، ما ينفعش يكون البسط غير معرف، بس البسط غير معرف ما فيش عندي خط تقارب عمودي. عشان هيك بالاي اكبر من صفر فيش، بالاي اصغر من صفر اكس يساوي صفر خط تقارب عمودي. الافقي تعنيت به يا جماعه انه القوه في البسط هي اكبر قوه جذر الاكس تربيع اللي هي تقريبا زي الاكس بالمقام اكس تربيع، فالقوه في المقام اكبر، عشان هيك واي يساوي صفر هو خط التقارب الافقي. خط تقارب افقي
يجب أن نفحص بلس ما لا نهاية وناقص ما لا نهاية. ننتبه أن القوة في البسط أصغر من القوة في المقام، لذلك خط التقارب الأفقي هو y يساوي صفر. فهون ما بتفرقش ال A يساوي صفر ولا ال A أصغر من صفر، بتفرقش إنه ال A إذا موجب أو سالب. ألف 5 جد مجرد التصاعد والتنازل دلاك المشتقة. المشتقة هون مشتقة قسمة، اللي تحت إكس تربيع، مشتقة اللي فوق 2 إكس على 2 جذر الإكس تربيع ناقص هيك بشتق جذر المقام 2 ضرب الجذر والبسط المشتقة الداخلية ناقص الجذر اللي هو إكس تربيع ناقص في مشتقة اللي تحت اللي هي 2 إكس على المقام تربيع يعني إكس الكوبي 4. تعال نبسط، اعمل مقام مشترك. لما أعمل مقام مشترك لازم أضرب 2 جذر الإكس تربيع ناقص في الجذر هون، فيصير عندي إكس تربيع في 2 إكس ناقص 2 جذر الإكس تربيع ناقص جذر الإكس تربيع ناقص ضرب 2 إكس كله على المقام. بهاي الحالة تعال نكمل تبسيط. طبعا هون 2 اكس تكعيب، هون جذر في جذر بروح جذر، بصير 2 في اكس تربيع ناقص في 2 اكس. تعال نفك الاكواس، هاي ناقص 2 في اكس تربيع في 2 اكس بصير ناقص 4 اكس تكعيب، وناقص 2 في ناقص في 2 اكس يصير زائد 4 اكس. فبوصل 2 اكس تكعيب ناقص 4 اكس تكعيب زائد 4 اكس على المقام. البسط 2 اكس تكعيب ناقص 4 اكس تكعيب هي ناقص 2 اكس تكعيب زائد 4 اكس اطلع ناقص 2 بريد قوس ناقص 2 اكس، ضل عندي اكس تربيع ناقص 2 وانت المشتقة تساوي صفر، اما الاكس يساوي صفر او الاكس تربيع ناقص 2 صفر. الاكس يساوي صفر انتبه ده اللي مش معرف فيه اصلا، برضه المقام بيكون صفر، ما بزبطش انه اخذ لما المقام صفر، لازم المقام لا يساوي صفر. عشان هيك غير ممكن ان الاكس يساوي صفر ليس في مجال التعريف. ضل عندي الاكس تربيع ناقص 2 بدي اميز جماعه اذا الاي اكبر من صفر واذا الاي اصغر من صفر. اذا الاي اكبر من صفر الحلول اكس يساوي زائد او ناقص جذر 2 اذا الاي اصغر من صفر عندي اكس تربيع يساوي سالب، فيش حل. بدي اعمل جدول عشان اشوف مجال التصاعد والتنازل. هاي المشتقة خليتها تحت. لما هي اكبر من صفر بحط مجال التعريف والنقاط اللي كانت المشتقة تساوي صفر. المشتقة تساوي صفر جذر 2 وناقص جذر 2 ومجال التعريف بين جذر الاي وناقص جذر الاي فيش دالة، عشان هيك هون مشطب. انتبه هذا ملوش يعني بالرسمة برضه بين جذر الاي وناقص جذر الاي ممنوع ارسم اشي. باخذ نقاط قبلهن وبعدهن. تذكر لما الاي موجب جذر 3A أكبر من جذر 2A أكبر من جذر الA. ليش؟ الA موجب 3A أكبر من 2A أكبر من A، عشان هيك جذر 3A أكبر من جذر 2A أكبر من جذر الA. المتباينة اللي فوق اضربها بسالب بعكس الإشارات، فناقص جذر الA أكبر من ناقص جذر 2A أكبر من ناقص جذر 3A. فعشان هيك قبل ناقص جذر 2A بحط ناقص جذر 3A، بين ناقص جذر 2A وناقص جذر الA بحط ناقص جذر الواحد ونص A، بين جذر ال A وجذر 2A بحط جذر الواحد ونص A، وهون جذر 3A. بعوضن هسه في المشتقة، أفتق لناقص جذر 3A هي المشتقة، بصير ناقص 2 في ناقص جذر 3A ناقص جذر 3A تربيع هي 3A ناقص 2A. فهي كلها بتصير A اللي هو موجب، وهي موجب جماعة، فالضرب كله على القسمة موجب. هاي أفتق لناقص جذر 3A. أفتق لناقص جذر الواحد ونص A هون ناقص 2 في ناقص جذر الواحد ونص بصير موجب، وهون ناقص جذر الواحد ونص تربيع اللي هي بتصير واحد ونص بروح الجذر ناقص 2 هون جوا بصير ناقص نص الاي موجب ساعتها هي سالب، فموجب في سالب الجواب سالب. فالمشتقة هون موجب وهون سالب، نكمل نلاقي بجذر الواحد ونص بجذر 3 باجي هون جماعة بحل ناقص جذر 3 بحط جذر 3 ساعتها هون بصير جذر 3 محل ناقص، بصير ضرب هون سالب، هون نفس الشيء بضل 3 ناقص 2 بصير سالب في موجب على موجب جواب سالب. نفس الشيء افتك جذر الواحد ونص بصير ناقص 2 جذر الواحد ونص هون جذر الواحد ونص تربيع اللي هي واحد ونص ناقص 2 فبطلع عندي هون سالب في سالب اللي هو موجب. فهون المشتقة موجبة وهون المشتقة سالبة، فالدالة تصاعدية تنازلية بعدين تصاعدية بعدين تنازلية. بدوش ماكسيم منهم، بده مجال التصاعد والتنازل. لما الاقي اكبر من صفر تصاعدية بهذا المجال جماعة بين جذر الاي وجذر 2A، او قبل ناقص جذر 2A، او اكس اصغر من ناقص جذر 2A. تنازلية
بهذا المجال x أكبر من ناقص جذر 2a أصغر من ناقص جذر ال a، أو بعد جذر 2a يعني x أكبر من جذر 2a. هاي بالنسبة للتصاعدية والتنازلية. نيجي للرسم، أو لا قبل الرسم لكن وأنت تصاعدية وتنازلية لما الاقي أصغر من صفر. لما الاقي أصغر من صفر عندي بس نقطة واحدة بالجدول اللي هي مجال التعريف x لا يساوي صفر، باخذ قبلها ناقص واحد بعدها واحد، افتق للناقص واحد هي ناقص 2 في ناقص واحد ضرب ناقص واحد تربيع ناقص 2 a. طبعا هون فوق موجب، ناقص واحد تربيع واحد موجب، ناقص 2 a لما الاقي سالب ناقص 2 a موجب، فكله جوا بصير موجب. موجب في موجب على موجب الجواب موجب. افتق للواحد ناقص 2 في واحد، هون نفس الاشي زي اللي فوق اللي جوة القوس، بس هاي صارت سالب، فافتق للواحد سالب. يعني الدالة المشتقة موجبة بعدين سالبة، الدالة تصاعدية بعدين تنازلية. تصاعدية لما الاكس أصغر من صفر، تنازلية لما الاكس أكبر من صفر. الرسمة لما الاقي أكبر من صفر تقاطع مع المحاور جذر الاي صفر ناقص جذر الاي صفر، فيش دالة بينهم لأنه الدالة مش معرفة. خطوط التقارب عندي أفقي y يساوي صفر هي بالأزرق، عندي ماكسيموم جذر 2a فهي ماكسيموم، وبرضه ماكسيموم ناقص جذر 2a هاي ماكسيموم. تعمل مد خطوط بسبب التقارب الأفقي بطلع على الماكسيموم، برضه بنزل لناقص جذر الاي. بكملش جماعة لأنه الدالة مش معرفة بين جذر الاي وبين ناقص جذر الاي. باجي ساعتها على جذر الاي وبكملها من هون الرسمة. فهي هي الرسمة، هي الرسمة لما الاقي أكبر من صفر. لما الاقي أصغر من صفر عندي خطوط التقارب عمودي محور واي، أفقي محور اكس. فالرسمة بدها تكون هون إما طالعة هيك بيناتهن أو نازلة. كيف بعرف؟ حسب الجدول. بالجدول الدالة تصاعدية عشان هيك باخذ بس اللي فوق فبمحل تحت. بالجهة الثانية الدالة بس تنازلية وعندي خطوط تقارب، فالرسمة هيك. هاي الرسمة لما الايه أصغر من صفر. بنجيم كل بالنسبة جد بالنسبة لأي قيم بالبارامتر ايه رسم بيان الدالة اف اكس يقطع المستقيم ويساوي واحد أو يمسه. لما هي أصغر من صفر الدالة بتقرب على الواي على المحور اكس على الواي يساوي صفر، فواي يساوي واحد أكيد بقطع الدالة يا جماعة. ماشي. لما هي أصغر من صفر أكيد في تقاطع. بالموجب بدي أعرف هل الخط هذا بيطلع فوق الدالة فوق الماكسيموم ولا تحت الماكسيموم. بتعلق بالأحداث الواي تبع الماكسيموم. فلما الاقي أكبر من صفر بفحص أحداث واي للنقطة القصوى. وأنت عندي شو أحداث واي بالنقطة القصوى؟ الإكس يساوي جذر 2 a. كيف بلاقي الواي؟ بعوض في الدالة. فأفرض جذر 2 a هي جذر 2 a تربيع ناقص a على جذر 2 a تربيع، فبصير جوا الجذر جذر 2 a ناقص a على 2 a اللي هي جذر ال a على 2 a. ال a في المقام بكتبها جذر ال a في جذر ال a، بختل جذر ال a في المقام مع البسط طلع عندي 1 على 2 جذر ال a. في تقاطع لما هي إحداثي y أكبر أو يساوي 1، يعني إحداثي y فوق ال y يساوي 1، ساعتها في تقاطع. فيش تقاطع لو إحداثي y أصغر من 1. عشان هيك في عندي تقاطع لما إحداثي y أكبر أو يساوي 1. تعال نحلها. طبعا ال a موجب عشان هيك أعمل ضرب تبادلي، بصير عندي 1 أكبر أو يساوي 2 جذر ال a. ربع الطرفين، لما الطرفين موجبات ما أقدر أربع، فهي 4 a بصير هون أصغر أو يساوي 1 اقسم على 4 a أصغر أو يساوي ربع. تذكر ال a موجب، فال a بين الصفر وبين الربع. لما ال a بين الصفر والربع الرسمة بتكون بهذا الشكل. إحداثي y فوق ال y يساوي 1، في عندي تقاطع. آخر أعمل تلخيص للبند، في تقاطع إما ال a أصغر من صفر أو a أصغر أو يساوي ربع أكبر من صفر. هيك بنكون أنهينا هذا السؤال. يعطيكم العافية.